أهلا بيكم. كتير مننا بيحس بنفس الإحساس، المرتب بيجي من هنا ويطير من هنا قبل حتى ما نص الشهر يعدي، وتفضل تسأل نفسك هي الفلوس دي بتروح فين؟ لو السؤال ده بيجي في بالك يبقى الشرح ده معمول مخصوص ليك. وهو ده السؤال اللي بيحيرنا كلنا فعلا. يعني الواحد يشتغل ويتعب طول الشهر، وفي الآخر يلاقي المحفظة فاضية والنتيجة صفر. إحساس محبط جدا، صح؟ بس الحقيقة إن المشكلة دي عند ناس أكتر بكتير مما نتخيل. وهنا بقى مربط الفرس. المشكلة صدق أو لا تصدق مش في المرتب نفسه، مش في الرقم اللي بيدخل حسابك، لا. المشكلة الحقيقية في الطريقة وفي الأسلوب اللي بنتعامل بيه مع الفلوس. في ناس مرتباتها بسم الله ما شاء الله وبرضه بتعاني من نفس المشكلة بالظبط. طيب خلينا ندخل في صلب الموضوع على طول. عشان نعالج أي حاجة لازم الأول نشخصها صح. دلوقتي هنشوف مع بعض أشهر 3 فخاخة مالية أو 3 غلطات أغلبنا بيقع فيها ويمكن من غير ما ناخد بالنا خالص. الغلطة الأولى، ودي أشهر واحدة فيهم تقريبا، عقلية اصرف الأول واللي يتبقى أحوشه. كلنا عارفين السيناريو ده، الواحد بيقول لنفسه أنا هصرف كل اللي محتاجه الشهر ده عادي، وآخر الشهر بقى نشوف إيه اللي فاضل ونشيله على جنب. بس يا ترى إيه اللي بيحصل في الحقيقة؟ اللي بيحصل دايما للأسف هو إن المصاريف دي عاملة زي الغاز، بتتمدد عشان تملى أي مساحة فاضية. بنوصل لآخر الشهر نبص نلاقي مفيش حاجة فاضلة أصلا، المحصلة صفر كل شهر. ودي نتيجة شبه حتمية للطريقة دي في التفكير. تمام، نيجي بقى للغلطة التانية، وهي إن مفيش ميزانية واضحة. عارف إحساس إن الفلوس بتتسرب من إيدك زي المية؟ هو ده بالظبط. فلوس بتطير ومش معروف هي رايحة فين ولا جاية منين. فوضى مالية بمعنى الكلمة. بص كده على الأمثلة دي اللي بنسميها مصاصي دماء المرتب. طلبات الدليفري اللي شغالة ليل نهار، الاشتراكات اللي بتتجدد تلقائي ونسيناها أصلا، المشاوير والمصاريف اليومية الصغيرة دي اللي بنقول عليها مش فرق. كل دول بيتجمعوا على بعض وفي آخر الشهر ممكن تكتشف إنهم بلعوا نص مرتبك حرفيا. أما الغلطة التالتة فدي بقى فخ كبير جدا، فخ اسمه لما ربنا يسهل. يعني الواحد يفضل يقول لنفسه بس المرتب يزيد وهظبط كل حاجة، أول ما اترقى هبدأ أحوش وأعمل وأسوي. بنأجل الحل لمستقبل مش معروف. لكن الحقيقة اللي ممكن تكون صدمة شوية هي إن لما الدخل بيزيد مصاريفنا بتزيد معاه. بنجيب عربية أحسن، بنسكن في مكان أكبر، بنخرج أكتر، فمنلاقي نفسنا رجعنا لنفس النقطة تاني. المشكلة مش في الفلوس، المشكلة في العادات، والعادات دي بتفضل زي ما هي لو ما غيرناهاش بنفسنا. هنا بقى بيبان الفرق كله. ده التحول اللي بنتكلم عنه. لازم ننقل تفكيرنا من الخانة الشمال للخانة اليمين. بدل ما نصرف الأول، لا، نتدخر الأول. بدل الفوضى واللخبطة يبقى فيه وضوح ونظام. وبدل ما نستنى بكرة، لازم نبدأ النهاردة، دلوقتي. طيب شخصنا المشكلة وعرفنا الغلطات، نيجي بقى للجزء الأهم، العلاج، الروشتة. إزاي نصلح كل ده؟ الحل في 3 خطوات بسيطة جدا لكنها قوية جدا. 3 خطوات ترجع لنا السيطرة تاني على وضعنا المالي. الحل الأول، وده يعتبر القاعدة الذهبية في عالم الماليات الشخصية، قاعدة ادخر أولا. بسيطة جدا، بنقلب المعادلة. بدل ما الادخار هو الفتات اللي بيتبقى في الآخر، لا، الادخار هو أول حاجة بتتعمل أول ما المرتب ينزل. طيب نبدأ بإيه؟ خلينا نقول رقم استرشادي كده 10%. مش لازم الرقم ده بالظبط، ممكن أكتر ممكن أقل. المهم أول ما المرتب ينزل، قبل أي فاتورة وقبل أي جنيه يتصرف، المبلغ ده يتشال على جنب في حساب تاني في ظرف في أي مكان بعيد عن إيدينا. الفكرة كلها دلوقتي مش في المبلغ، الفكرة إننا نبني العادة دي. وهي دي الخلاصة، العادة أهم من المبلغ. إن الواحد يتعود يشيل 100 جنيه كل شهر أحسن مليون مرة من إنه يحاول يشيل 5000 جنيه شهر واحد وبعدين يزهق ويبطل. الاستمرارية هي دي اللي بتعمل الفرق كله على المدى الطويل. الحل التاني بقى هو إننا نلبس قبعة المحقق شوية. لازم نعرف كل جنيه بيخرج من جيبنا بيروح فين بالظبط. عشان نعالج التسريب لازم الأول نعرف مكان الثقب، والحل هنا إننا نتتبع كل المصاريف. والموضوع أبسط مما نتخيل، مجرد تمرين هنعمله لمدة شهر واحد بس. أول خطوة، أي حاجة تتصرف صغيرة أو كبيرة تتكتب في ورقة، على الموبايل، أي مكان. الخطوة التانية، آخر الشهر نمسك الكشف ده ونبص عليه. الخطوة التالتة، نسأل نفسنا إيه هنا اللي كان ممكن أستغنى عنه من غير ما حياتي تتأثر. صدقوني النتيجة هتكون مفاجأة لينا كلنا. ونوصل للحل الثالث، وده يعتبر استراتيجية وقائية، تقسيم المرتب. بدل ما الفلوس كلها تبقى على بعضها في حساب واحد، احنا بنقسمها من الأول. دي طريقة بتخلينا نتحكم في الفلوس قبل حتى ما هي تفكر تتحكم فينا. والفكرة واضحة جدا هنا. المرتب أول ما بينزل بيتقسم على طول،
جزء بيروح للأساسيات، الحاجات اللي لازم تدفع زي الإيجار والفواتير والأكل. جزء تاني، وده اللي طبقنا فيه القاعدة الأولى، بيروح للإدخار ونتعامل معاه كأنه مش موجود. والجزء التالت اللي فاضل ده بقى بتاعنا، نصرفه بقاحتنا من غير أي تأنيب ضمير. الترتيب ده هو مفتاح الراحة النفسية. وفي الآخر أهم حاجة لازم نفتكرها إن التغيير بيبدأ النهاردة، مش بكرة ولا أول الشهر الجاي ولا لما الظروف تتحسن. مفيش حاجة اسمها الوقت المثالي، أفضل وقت للبداية هو دلوقتي. الخلاصة من كل اللي قلناه ده هي حاجة واحدة، إن قرارك بالبداية أقوى 1000 مرة من أي زيادة ممكن تجيلك في المرتب. السيطرة على حياتك المالية دي اختيار، قرار، مش رقم في حساب بنكي. وعلشان كده هنسيب كل واحد مع السؤال ده بعد كل اللي سمعناه: إيه هي أول خطوة ولو بسيطة ممكن تاخدها النهاردة دلوقتي عشان تبدأ رحلة التغيير دي؟